طب تعالوا بقى نجاوب السؤال دوت. انتوا بتسألوني ازاي انتوا بتكونوا مستغربين ازاي اصلا بتبقوا فاكرين ديتيلز وتفاصيل كتيرة قوي وتفاصيل عميقة عن التوأم، برغم ان انتوا ممكن تكونوا ما عدتوش اصلا في العلاقة مع بعض كتير او ما اتكلمتوش كتير او علاقتكم ما سمحتش ان انتوا تبقوا عارفين كل التفاصيل دي، فانتوا ازاي بتبقوا عارفينها عن التوأم؟ خلاص، ما هو ده اللي بيأكد يا جماعة ان احنا عشان كده بقول لكم ما فيش علاقة توأم شعلة من حياة واحدة. ده معناه ان انتوا في حيوات قبل كده هوت انتوا ممكن جدا تكونوا كنتوا مرتبطين او كنتوا في ارتباط رسمي اصلا او متجوزين او كده خلاص. فارواحكم بتكون فاكره بقى كل التفاصيل وعارفه حاجات كتير، ولما بتقربوا كل شويه اكتر من التشافي ارواحكم كل شويه بتمرر لكم افكار، بتمرر لكم الهامات، بتمرر لكم معلومات. خلاص، فمن هنا انتوا بتبقوا عارفين حاجات وتفاصيل عن التوأم انتوا بتبقوا مش فاهمين ازاي قدرتوا تعرفوها بالطريقه دي. وكمان لو برضو لقيتوا انتوا ناس عارفين، ساعات كده بنلاقي نفسنا ان احنا بتروح لاماكن معينه، بنحب نسافر في سفريات معينه. خلاص، لو انتوا لقيتوا ارواحكم بتحب اماكن معينه او حتت معينه او كده، تاكدوا يا جماعه سواء بقى كان اللي هو بلدكم الاصليه او بلاد تانية، تاكدوا ان انتوا روحكم كانت عايشه وكانت موجوده في المكان دوت. خلاص، فهي فاكره تفاصيل، عارفه تفاصيل. ساعات كتير قوي بتلاقوا نفسكم انتوا بتبقوا عارفين معلومات، عارفين حاجات انتوا بتبقوا مستغربين اصلا عارفينها منين، ولا عارفين حتى تتكلموا لغه انتوا ما بتبقوش فاهمينها. روحكم بتبقى فاكره، روحكم بتبقى كل ده. اصل بصوا، الجسم عامه كله بيخزن، الدي ان ايه بتاعنا بيخزن، اللاواعي كله بيخزن. اوكي، فانتوا عشان كده بتبقوا مستغربين، بس الحقيقه ان الروح بتبقى عارفه كل حاجه. بقى ليه انا بقول لكم ان انتم مفعلين الالم ومشاعر الرفض والنبذ والهجر من كتير قوي، فاهمين مع بعض بدون ما تاخدوا بالكم. هي الموضوع مش والدة الحياة ديت فقط، ده انتوا الحياة. عايزة اقول لكم برضو من ضمن الحاجات برضو ان مثلا في قصة الين، ان قبل الحياة اللي احنا كنا بنحكيها ديت، اللي هي الباست لايف اللي احنا كنا بنحكيها، اللي هي اتولدت فيها كانت من ابناء المهاجرين، الحياة اللي قبليها كانت هي واليانج متجوزين. خلاص، ولكن حصل لهم تم السحر. وعايزه اتكلم هنا على موضوع الاسحار، وعلى فكره تم السحر من الطرف الثالث برضو. اوكي، عشان تعرفوا بس ان الطرف الثالث لما بيخش بيفضل موجود من حياه لحياه، فانتوا تخيلوا الوجع ده بيتنقل معاكم من حياه لحياه. انتوا كل حياه عندكم الحياه العاطفيه بايظه، يعني اللي هو فيه ايه. ف وفعلا هو لما اتعمل لهم من الحياه اللي هي اللي قبل بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي، هما كل ما يعني هما بيتقابلوا بعد كده وهما مش مع بعض ومنفصلين. خلاص، وعايزه اتكلم على حته السحر. بصوا يا جماعه، زمان بحسب الوعي بتاع زمان الموضوع الاسحار كانت قويه، وكان فعلا الشر كان موجود كتيره جدا، والناس كانت بتعمل اسحار كتير. خلاص، والناس الوعي كمان بحسب الوعي ان هو كان قليل قوي، فالناس كانت بتخاف من اقل حاجه، حتى لو ما حدش عمل لهم اسحار وقال لهم انتوا مسحورين هيصدقوا ان هم مسحورين، فهيحصل لهم الطاقات السلبيه هتحصل وكل الكلام. اوكي، وعلى فكره احنا في علوم الطاقه بنسمي الاسحار طاقات سلبيه، بس في القرآن بنسميه شيطان. خلاص، يعني دوت الفروقات. اوكي، لكن ده مش مبرر ابدا، عشان انا بلاقي ناس تيجي تقول لي انا اتسحرت وانا مش عارفه ايه. اوكي يا جماعه، بس انا دلوقتي بقيت مؤمنه جدا جدا زي بتفكير احمد عماره في الحته دي، ان هو دايما يقول انا اتحدى اي حد ان هو يفكر يعمل اي حاجه. انتوا محتاجين تبقوا كده، هو بايمانكم انتوا يا جماعه. الفكره كلها فكره ادراك. لو ادركتوا ان انتوا في ناس حاسديننا واحنا مسلمين ان بيحصل الموضوع ده، خلاص، لكن انتوا عاملين ايه؟ هل انتوا فاتحين طاقتكم؟ هل انتوا الهاله بتاعتكم؟ عشان كده بقول لكم مهم جدا التشافي والتحصين، وتبقوا الطاقه بتاعتكم ما يبقاش فيها الخروم. فعشان كده انتوا بتتضايقوا لما يحصل لكم كرمات صواعق، ما تتضايقوش، لان ده تكفير الذنوب اول باول. خلاص، وتشافي اول باول، وبيقفل لكم ترميم للهاله بتاعتكم اول باول، فبتحصل لكم تحصين، ما يبقاش اي حد قادر ان هو يخترق الطاقه بتاعتكم كده اهوت. خلاص، فاللي فات اللي حصل، ولكن ابتداء من الحياه دي خلاص، بلاش بقى نخلي حته بقى ايه الاسحار، لان ده هيبقى كده وعي ضحيه، ان انا افضل عايشه في دور الضحيه، ان انا بيتعمل لي وبيتعمل. ماشي، اوكي، بيتعمل، بس انا فين؟ هو انا ساكته؟ هو انا حاطه؟ لا، انا محصنه نفسي، انا مقفله كل الطاقه والهاله بتاعتي، بقطع احبال الطاقيه والفكريه والاثريه مع كل الاشخاص السلبيين عامه، بقطعها وبكمل في التشافي بتاعي، فطاقتي بتبقى على طول عاليه، وما بسمحش لحد ان هو يجي عليا او يتدخل في قراراتي او اي حاجه من الحاجات دي.
خلاص. حلقه بقى الباست لايف ان شاء الله لما نتعمق اكتر في الموضوع ده باذن الله، ما تقلقوش من موضوع الكارما، سواء انتوا كنتوا انتوا الين او كنتوا انتوا اليانج، ان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط، وهقول لكم ازاي الستبس اللي احنا بنعملها عشان نخلص من الكارما ديت، سواء انتوا انتوا الين ولا انتوا اليانج، فما تقلقوش من الحته ديت. في الحلقه بقى بتاعه اللي هو الكواكب التوافقيه بتاعتكم او الخريطه الميلاديه لتوائم الشعلة، هنبقى بنفصص اكتر ايه الاتصالات اللي عندكم اللي بتجيب الم ووجع ما بينكم انتوا الاثنين، وازاي تقدروا ان شاء الله تتغلبوا عليها. خلاص. بس تعالوا نقيسها مثلا في القصه هنا بتاعه الين. خليني اقول لكم ان هم عندهم اتصالات خطيره، اللي هو هيطلعوا السما، يعني اللي هو بعد كده مفيش. وفي نفس الوقت عندهم اتصالات يا جماعه تجيب الارض. اغلبكم انتوا في العلاقه دي انتوا كده هوت الين واليانج، انتوا عندكم حاجات حلوه قوي وعشق وغرام وهيام وكل حاجه طالعه فوق قوي، وعندكم حاجه تجيب ايه الارض على طول، الحياه والموت. على فكره احنا دايما بنقولها كده، الحياه والموت هي علاقه كده هوت. خلاص. الحياه ما بين السماء والارض هي بتبقى كده. اغلب توائم الشعلة انتوا عندكم حاجه اسمها الاتصال بتاع المريخ والزهره. اوكي. المريخ دوت ليه حاجه حلوه جدا، وليه حاجه، كل حاجه ليها طاقه، ليها حاجه جنب ايجابي وحاجه جنب سلبي. الجنب الايجابي ان انتوا هتبقوا عشق وهيام وغرام ومفيش بعد كده. اوكي. لكن الاوحش بقى حاجه ان هي هتبقى في الدومينيشن والسيطره، وانتوا لو انتوا الاتنين مش متشافين، فانت مش الين، انتوا مش عارفين تاخدوا حقوقكم، هتبقوا على طول مشكلتكم قاعدين بتتخانقوا مع اليانج ان انتوا عايزين تاخدوا حريتكم، ان انتوا عايزين تحسوا ان انتوا ان انتوا عايزين تبقوا بحريه شويه، عايزين تشتغلوا على اهدافكم، عايزين تحسوا ان هم هيبقوا مسيطرين عليكم جدا. خلاص. ليه؟ لان هم هيبقوا لسه مش متشافين، فهم هيبقوا مقلقين، حاسين برضو. خلوا بالكم ان مشاعر عدم الاستحقاق هتبقى عندهم، فهم هيبقوا حاسين ان انتوا خايفين لا تروحوا منهم. فشايفين الصراعات بتبقى عامله ازاي. عطارد بقى، كوكب عطارد. بصوا كوكب عطارد ده يعني انا بحسه كده اللي هو ايه، هو اتنين في بعض على فكره، يعني هو ايه، حلو جدا جدا جدا. وانتوا لما هتشافوا، بصوا ما فيش حد عطارد، كوكب عطارد ده اساسي ده موقع اساسي في كل علاقات توائم الشعلة، ده مش اساسي يعني، ده حاجه كده مسلم بيها. اولا هو لما انتوا بتتشافوا بيبقى بصوا حاجه كده خطيره في الجون، تحليل وافكار وكلام وكل حاجه واي حاجه وعندكم لباقه في الكلام غير طبيعيه. وشكر الحلقه دي بقى لما بتتفتح انتوا ما ايه بتنطلقوا في الكلام، بتعوضوا كل السنين اللي انتوا كنتوا ساكتين فيها. خلاص. قبل بقى ما بتوصلوا لمرحله التشافي في الحته دي، عطارد بيعمل معاكم انتوا الاتنين في علاقتكم ايه، بيعمل لكم سوء تفاهم، بتبقوا على طول مش فاهمين بعض. انتوا تخيلوا كده كأن في فكره كل واحد فيكم فاهمها بطريقه، فعامل سوء ظن. حد انتوا لما في فكره عملت مشاعر، فانتوا كل حد فيكم فاهمها بطريقه، ففهمتوا بعض غلط كتوائم، فبتتصرفوا مع بعض غلط. خلاص. ولكن في الصوره طبعا الكبيره او الروحانيه زي ما قلت لكم، هو ما فيش حاجه ما فيش حاجه مش مقصوده، ده مقصود ليه يا جماعه؟ ما هو لازم يبقى فيه محفز يخلينا ان احنا نتشافى، نسال احنا ليه بيجرالنا كده، احنا ليه العلاقه مش ماشيه. فيها تحديات. اوكي. بس ما هو التحديات دي عشان وراها في حاجه عايزه تطلع، عايزه تتشافى، فبتقول لكم انا اهو بقى حرروني. اوكي. فعطارد ده يعني بجد اللي هو انا بحسه كده لعيب قوي، يعني اللي هو بيرفعكم جدا جدا جدا. انتوا اول ما بتتشافوا بتبقوا في حاجه تانية. خلاص. بيساعدكم، لان طبعا علاقه زي دي وبالعمق ده بتحتاج يعني بتحتاج بقى تحليل وتفكير ومديتيشن وخلوه مع نفسه، حاجات كتيره جدا. فهو عطارد هو المسؤول عن فكره الافكار والمشاعر والمعلومات واللباقه في الكلام والكلام عامه. وكان الين هم في الحياه دي هم التوأم اللي عليهم، اللي هو بيصحى الاول يعني، او بيعرف العلاقه الاول. فطبعا انتوا الين CIA، انتوا لو عايزين تعرفوا حاجه هتعرفوها، لو عايزين تعرفوا حاجه عن توائمكم، عن الجد السابع، هتجيبوا المعلومات وهتعرفوها. خلاص. وعلى فكره اليانج برضو زيكم، بس هم اللي هم يعني بعدين انتوا سابقينهم شويه في الحته دي. خلاص. او عشان كده انتوا في الحياه ديت انتوا طبعا زي ما قلنا هي برضو جزء منها الكارما عشان اللي حصل في الحياه اللي فاتت،
ولكن برضو انتوا سابقينهم بس في الحته دي عشان انتوا سابقين في حته التشافي، التشافي خلاص. لكن هم على اول ما هم بيتشافوا هم كمان بيحصلوا الوقت، ربنا بيبقى فعلا مسخركم انتم لخدمه رسائل بعض. يعني ايه؟ يعني مثلا هي في القصه بتاعتها، هي في الين اتصالاته هو جايه في كواكبها ايه؟ الكواكب اللي هي اللي ليها علاقه بالتشافي وانها تفهم القصه. عشان كده السور ريمبرنس عندها عالي جدا عشان تقدر شنطة ادواتها. ده غير ان هو كمان عشان يساعدها انها تخش في المرحلة تفهم، تقدر تحلل الكارما وتقدر تكسرها خلاص. فهي كانت جايه لها في الحتة ديت. هي بقى اتصالاتها عنده يعني، وفي حاجات تانية. يعني ده انا بقول لكم ده اتصال من الاتصالات، بس هو عندهم طبعا حاجات تانية. مثلا هي بقى مثلا عندها عند اتصالاتها معاه المشتري، لان هي انا قلت لكم هي هيمنه ناريه. فهيمنه ناريه هي هيمنتها المشتري اللي هو احنا بنسميه كوكب الحظوظ. اوكي. فهو عشان كده في الفتره اللي هما كانوا فيها مع بعض، حتى لو كنتوا بتبقوا اون واوف، ولكن حظوظكم قاعده بتعلى مع بعض وقاعدين بيتوسع. ممكن اليانج هيبقى تلاقيه قاعد بيتوسع في شغله اكتر، ده بيبقى سبب الطاقه بتاعتها. خلوا بالكم من حاجة، ان في حاجات انتوا لازم تتبني بطاقتكم انتوا الاتنين. مش هينفع تتبني بطاقة شخص حد واحد. وعشان كده يا جماعة برضو من الاسباب اللي كانت خلتني بقول ان اي حد بيتدخل في العلاقة ديت، بصرف النظر انتوا عرفتوا توائمكم امتى، هو اللي اسمه توأم، هو اللي اسمه طرف ثالث، مش انتوا خلاص. لان اللي بيحصل ايه، ان انتوا لما بتنفصلوا في حاجات ما بتتبنيش، فالخطة الالهية اللي انتوا اصلا جايين عشان تحققوها على الارض ما بتكملش. فده بيعمل، ما ده اسمه تدمير، تدمير للعلاقة وتدمير للخطة اللي انتوا شغلكم على الارض. اوكي. عايزة اقول لكم حاجة يا جماعة، انتوا لما بتكونوا متشافين، تأكدوا ان انتوا بسبب اتصالات الخريطة الفلكية بتاعتكم بتبقوا اكتر ناس قادرين ان انتوا تغيروا وتأثروا في اليانج وتفكيره وتغييره وحياته وكل شيء. وهتلاقوهم بيسمعوا كلامكم حتى لما ما بينلكمش الكلام ده. ربنا عاملها بالطريقة دي. ربنا عامل ان التوأم الاوعى، التوأم التاني هو بيبقى المفروض يعني بيبقى بيسمع كلامه حتى لو مش باينه. هو الفكرة بس انه ممكن يكونوا ايه، في حالة في حالة بيقعدوا فترة كده في حالة رفض، في مقاومة، ولكن تأكدوا ان هما بيسمعوا لكم عشان تبقوا عارفين خلاص. وعامة اللي حصل زي ما قلت لكم، ابتداء من الحياة ديت هو في توازن كارما. عشان كده احنا قاعدين بنتكلم في حاجات كتير قوي تعتبر يعني تعتبر انكشافات، اللي هو لان خلاص بقى اللي هو. عشان كده كنت بقول لكم في الاول خالص ان ابتداء من الحياة ديت ان شاء الله بعد كده التوائم اللي هيبقوا بينزلوا هم اوريدي هيبقوا نازلين متشافين لحد كبير ونازلين عشان يجسدوا. مش قصتهم الاساسيه ولا دورهم الاساسي هو التشافي. هو دورهم الاساسي هيبقى بعد تجسيد بقى، اللي هو جايين يحطوا عالم جديد، حياه جديده. فتعالوا بقى في القصه ديت نقيسها على اللي احنا بنتكلم فيه دوت، نقيسه على قصه الين. بسبب الاتصالات بتاعتهم برضو تاني الفلكيه، ربنا عاملها زي ان هو هي لما بتكون متشافيه يا جماعه، ولما بتكون في قوتها ومركزه على نفسها ومنظفه وفي الطاقه بتاعتها، يعني في قوتها وحاطه وموازنه الطاقات بتاعتها، هي بتبقى اكتر حد هي اللي ليها تاثير على تغيير اليانج، واكتر حد اليانج بيسمع لها خلاص. يعني حتى لو هما مش مع بعض عشان تبقوا عارفين، وانتوا اكتر ناس بتبقوا عارفين الكلام ده. انتوا عارفين ان انتوا طاقتكم اصلا انتوا بتبقوا حاسين بطاقات بعض، وبتبقوا عارفين لو مين بيراقبكم انتوا بتبقوا عارفين كل حاجه. وبرده يا جماعه في الصوره الكبيره هي بتبقى مقصوده. عشان كده كنت بقعد اقول لكم انتوا الاتنين كاتاليست لبعض، محفزين لتطوير ونجاح بعض، والكون بيستعملكم اصلا عشان يستفاد بيكم قوي من الحته دي. وانتوا فوق بتبقوا مختارين ان انتوا تبقوا كده هوت لبعض. اوكي. لكن بصوا بقى، لما هي بتبقى في طاقه سلبيه، مخاوفها مسيطره عليه، مش عارفه ايه هيحصل ايه. هيبقى لان بحسب الاتصالات هتبقى لا، هيبقى بياخدها الاتصالات بتاعته بتاخدها وتنزل. فاهمين قصدي؟ عشان كده بنقول التشافي كيانج انتوا في الاغلب ما بتبقوش فاهمين الكلام اللي احنا يعني ما بتبقوا فاكرين ان زي ما بقول لكم هي علاقه كده وهتعدي وهتخلص وخلاص. فما بتبقوش انتوا متخيلين مدى العمق اللي احنا بنتكلم فيه، متخيلين ان حتى انتوا عشان تعرفوا انها خطه محكمه من كل حاجه، من اساميكم للبرج اللي انتوا فيه لاتصالات الخريطه الفلكيه بتاعتكم. خليني اقول لكم كمان حاجه برضو عشان تعرفوا قد ايه. مثلا لو حد منكم انتوا الزهره مثلا كوكب اللي هو الفينوس، عشان الناس اللي بتقول لك انا
انا عايز استقرار ومش عايز حب. ده هو الكوكب بتاع الحب اساسا اللي هو فينوس ده. هو انتوا متخيلين هو كوكب فينوس ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن طاقة سريان طاقة المال. انتوا متخيلين ده ايه؟ من ضمن هي عندها حاجه كذا حاجه، عندها مثلا بتبقى مسؤوله عن الرفاهيه، عن طريقتنا في الحب ازاي، عن ان احنا اللوف لانجوج بتاعتنا، الهوايات بتاعتنا، وسريان طاقه المال. عشان كده يا جماعه دايما هتلاقوا الناس يقولوا لك ايه، لو فعلا قصص حب قويه وحقيقيه وعشان كده انتوا توائم الشعلة اكتر حظوظ بتكون مع بعض. هو بسبب الموضوع دوت، ان الزهره بتبقى متظبطه. ولو حد منكم مثلا زهرته متراجعه او ان هي مش متظبطه، تاكدوا ان عند التوأم هتبقى العكس. ربنا بيبقى عاملها كده عشان ده التسخير اللي انا بقول لكم عليه. خلاص، وده اللي كان حصل على فكره في القصه بتاعته. الموضوع السيناريو الاطراف الثالثه، عايزه اقول لكم حاجه، ان انتوا كل ما بتزيدوا في التشافي بتاعكم اصلا بتكتشفوا، كل ما بتفهموا العلاقه دي وبتتعمقوا فيها اكتر، بتكتشفوا اساسا ان هي هو ما فيش اي حاجه بعدكم عن بعض غير انتوا الاتنين يا جماعه. افكاركم عن نفسكم وافكاركم عن بعض، مخاوفكم عن نفسكم ومخاوفكم عن بعض. كل الحكايه ان المخاوف دي كلها والافكار دي اتجسدت لكم في اشخاص تانيين دخلوا حياتكم. خلاص. طيب تعالوا بسرعة كده نقول أفضل سيناريو عشان انتوا تقيسوه على حياتكم، تبقوا عارفين احنا الحياة الجديدة بقى بيحصل فيها ايه، او هتتبني ازاي، او كرمتها تبقى ايه. أفضل سيناريو وأسوأ سيناريو بالنسبة للقصة بتاعة لين. أفضل سيناريو ممكن يعملوه ايه؟ ان هما يقرروا ان هما الاتنين يوقفوا الكارما اللي احنا بنسميها كارمة الأطراف، الكارما اللي احنا بنسميها كارمة توائم الشعر، اللي هما من حياة لحياة كل حد فيهم الدور الأدوار بتتقلب، ولكن حد بينتقم من التاني، وحد بيبقى المطارد، وحد الهارب، ويفضلوا انتقام في بعض كده هوت ووجع في بعض. خلاص. قرروا هما الاتنين ايا كان كل اللي هما الاتنين يقرروا يتحملوا المسؤولية ايا كان اللي حصل، ويقرروا يكملوا في التشافي بتاعهم، لان هما مش هيعرفوا اصلا يتحملوا المسؤولية من غير ما يكملوا في التشافي بتاعهم. مش هتنفع يعني. فاهمين عايزه اقول ايه؟ فهو يقرروا يكملوا كده هوت وخلاص، ويقرروا ان هم يسامحوا بعض، وشوفوا بقى بعد كده هيعملوا ايه في حياتهم. خلاص. طيب اسوأ سيناريو هيحصل ايه؟ اسوأ سيناريو ان احنا هنعيد تاني الامتحان بنفس كل اللي موجودين فيه. هما الاتنين هيفضلوا مش قادرين يسامحوا بعض، هما الاتنين هيفضلوا متضايقين متضايقين من بعض. وعي الضحية هيبقى شغال معاهم في افكارهم هما الاتنين، هيبقوا هما الاتنين محدش فيهم قادر يتحمل المسؤولية بتاعة اخطائه ولا مسؤولية الاحداث، ولا هيبقى عايز يغير، وهيفضلوا بقى اللي هو طب تمام اوكي الادوار بقى الحياة دي تعدي، كل واحد فيهم هيختار ان هو يكمل طريقه بطريقته. خلاص. وبعد كده هينزلوا بقى الحياة الجديدة، الأدوار هتقلب، المطارد هيبقى هو الهارب، والهارب هيبقى المطارد، وهيحصل نفس السيناريو. هتلاقي هما بينتقموا تاني من بعض. أنا بحب هو أكتر تعريف تحسون هو فعلا هو بيبقى انتقام. هما الموضوع ده بيحصل بدون وعي من توائم الشعلة، بس هو فعلا كأنه بيبقى انتقام. خلاص. حد بيخلص كرامته من التاني، وتفضلوا بقى انتوا الأدوار قاعدة بتقلب من حياة لحياة بالطريقة دي. زي ما قلت لكم، لحد في لحظة معينة في حياة معينة انتوا الاتنين بيحصل لكم استنارة كده، وبتقرروا لا كفاية كفاية وجع كفاية ألم، ونقرر بقى هنشوف هنحل الموضوع دوت ازاي. تعالوا كده نعكس السيناريو. تعالوا عشان تعرفوا يا جماعة ان انتوا تأمنوا ان انتوا ربنا دايما بيختار لكم، ان لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ان احسن سيناريو هو السيناريو واكتر سيناريو بيبقى رحيم هو السيناريو اللي انتوا بتتحطوا فيه دوت. خلاص. بس للاسف احنا كلنا ما بنبقاش شايفينه. وعلى فكرة مش توائم شعلة بس، انا بتكلم عامة، الناس ما بتبقاش شايفة. زي بالظبط قصة سيدنا موسى وسيدنا الخضر. خلاص. سيدنا الخضر هو متمثل كأنه القدر. اوكي. وسيدنا احنا دايما بيبقى عندنا اللي هو متعجلين، عايزين النتيجه، عايزين نعرف مش عارفه ايه. فهي شوفوا انا كنت بقول لكم هي كانت ايه بالنسبه لقصه الين. هي كانت انهارت وجالها صدمه لما حصل ترسيم خلاص من ناحيه اليانج. ولكن شوفوا بقى دلوقتي هو كده اليانج عنده. تعالوا نقلب السيناريو. اليانج كده هو فيه كارما عليه. خلاص. كارما عليه وعلى الطرف التاني على الطرف التالت. خلاص. لازم الكارما هتخلص وتنضف في الحياة دي، يعني هي في الحياة ديت. اوكي. فهيحصل ايه لو هو كان حصل ترسيم مع الين، كانوا هما رسموا، ما كانش الموضوع هيكمل. كان لازم هيحصل برضو حتة الانفصال عشان يروح يلحق يرسم يخلص كرمته مع الطرف التالت.
فاهمين عايزه اقول ايه؟ عشان تتاكدوا بس، لان هو في كارما. فهو بصوا، هي كده كده الين هتاخد كارمتها، هتاخد كارمتها، لان كارمتها قصدي ان عشان هي اللي رفضت هي اللي ما اختارتش الحب في الحياه اللي فاتت خلاص. فهي فيها في اتنين سيناريو: يا هتاخد كارمتها وهي وسط الكارما بتاعتهم، تاخد كارمتها وهتمشي وهتبقى بعيد، ولما هم يخلصوا كارمتهم بقى ما يخلصوش دي مش بتاعتها خلاص. فهنا دايما تأكدوا ان الارواح بتاعتكم وان الخطة الالهية بتختار لكم ارحم سيناريو ليكم. ولكن الحقيقة ان احنا ككل الناس احنا بشر ما بنبقاش مش شايفين الحقيقة، وبنبقى مستعجلين وعايزين نعرف الحقيقة فين، وبنبقى متخيلين ان ديت اسوأ حاجة بتحصل لنا في الكون. تخيلوا بقى، تعالوا بقى نقلب السيناريو. لو حصل ترسيم كانت مع اليانج وحصل، ولازم زي ما بقول لكم عشان يخلص كارمته كان لازم هيحصل انفصال. كان ايه اللي حصل؟ الين كانت دخلت في سيناريو وحوارات ومشاكل وقرف ووجع ما كانتش هتطلع منها، وكانت هتخش في مشاعر تاني هتبعدها عن التشافي اكتر، وهتقلل من عدم استحقاقها اكتر. كمان هتفضل مركزة اكتر، وفي بقى مشاعر الغيرة هتبقى مركزة اكتر على الطرف الثالث، ومركزة اكتر على علاقتها مع اليانج، ومش هتعرف تركز خالص على التشافي بتاعها ولا على قصتها هي، ولا كانت عمرها كانت وصلت للكارما اللي احنا قاعدين دلوقتي بنحكي القصة بتاعتها في الفيديو دوت. فانتوا متخيلين؟ كان كمان عطل قوي التشافي بتاعها، كان طول كمان المده، وهم اوريدي كان بقالهم كتير خلاص. فانتوا فعلا هتتاكدوا ان لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ان دايما ربنا بيختار لنا انسب حاجه. حتى كمان من ناحيه اليانج، هو دوت هيبقى انسب حاجه في الظروف اللي هو فيها دلوقتي خلاص. لان زي ما قلت لكم هو عنده كان لازم الكارما يخلصها، فكانت هتحصل. وفي تطور في الشخصيه، عشان هو محتاج ان هو يقدر ان روحه وهي اللي تقود مش الايجو تقود خلاص. ففي صوره روحانيه الكبيره، وفي بقى الصوره الماديه اللي احنا بنتعامل بيها. طب تعالوا نجاوب السؤال دوت. لو هي كانت فضلت الين في حالة المقاومة بتاعتها وما قدرتش انها تتغلب على روحها وتتغلب على المخاوف بتاعتها وانها تقرر تواجه، كان ايه اللي هيحصل؟ اولا كانت بالنسبة قدام الكون وبالنسبة للعقد بتاعها خلاص كان هيعتبر ايه؟ هروب من نوع تاني. يعني هي كأنها بتعيد اللي حصل في الحياة اللي فاتت، بس باختلاف الموقف او اختلاف الظروف. يعني ايه؟ يعني هي في الحياة اللي فاتت هي بدون وعي منها افتكرت انها علاقة وهتعدي وهتخلص، فبدل ما تواجه كل بقى الحاجات اللي شافتها كتيرة جدا اللي كانت سبب في اختلاف ان هي ما بينها وما بين اليانج، على التهديدات، على حاجات كتير قوي، هي قررت ان هي طب سكيب بقى خلاص. فراحت للاختيار اللي هو الاسهل خلاص، وراحت. فده اسمه هروب. لو كانت هي في الحياة دي برضو جت عملت نفس الحكاية، خلوا بالكم حاجة يا جماعة، ان الارواح المواجهة مش دايما لازم تبقى دايركت خلاص، ولا لازم ان انتوا فيس تو فيس مع اللي قدامكم. انتوا ارواحكم تاكدوا ان انتوا بتبقى حاطه لكم سيناريوهات كتيره جدا خلاص. فالمواجهه ممكن تبقى دايركت وممكن تبقى ان دايركت، فعلى حسب انتوا الروح ان هو عايزه تواجه باي طريقه. فهي هنا هوت مثلا هي دي الطريقه اللي هي قررت ان هي روحها كانت عايزه تواجه بيها. لو ما كانتش في الاخر ان هي انتصرت على الايجو وهي قررت ان هي تشارك القصه بتاعتها، كان ايه اللي هيحصل؟ كان هيبقى برضو هي بتعمل تدمير ذاتي لنفسها، تدمير ذاتي لحياتها عامه، لحياتها العاطفيه كمان. ان هي الكارما كانت هتبقى لسه شغاله، في نفس الوقت هي هتبقى عايشة بوعي واسلوب الضحية واسلوب المنقذ، لانها هي برضو لسه ما عرفتش تاخد حقها وما عرفتش تاخد الكارما بتاعتها. يعني كارمة الخير، مش بتكلم على كارمة الشر، ما عرفتش تاخد كارمتها من اللي حصل لها في الحياة اللي فاتت خلاص، او والحيوات بقى العامة اللي قبلها. اوكي. كمان من كام شهر فات ودخلت كنت كتبت لكم بوست على الكوميونتي، كنت بتكلم فيه على النقطة دي، ان احنا لما بنعمل عهود او عقود في بعض تاني، هو انا كنت بتكلم على بعض الروح خلاص، في عقود ما بينفعش ان احنا نخل بيها،
ما ينفعش، وبالذات لما يبقى العقد دوت ليه علاقة بكذا طرف، بكذا شخص، بكذا كارما تبقى كبيرة، بيبقى صعب جدا يا جماعة. ولازم ان احنا انتوا اصلا ولو قررتوا او انتوا قررتوا انتوا تهربوا من الموضوع او ما تواجهوش، او ان انتوا ما توفوش بالعهد دوت او بالعقد بتاعكم دوت، الكارما تاني هترجع وهتسحبكوا بقى، بس الدرس هيبقى قاسي ساعتها خلاص. فهي عملت عقد مع اليانج خلاص، وده اللي كان الاتفاق، ان هي وعدته ووعدت نفسها ان مش هيتم تاني التلاعب بيهم، ولا هيحصل لهم نفس اللي حصل في الحياة اللي فاتت. اوكي، ده غير ان هي كمان اخدت عهد على نفسها ان هي اللي هتفك الكارما الموجودة دي. وزي ما قلت لكم ليه، لان هي شنطة ادواتها. فبحسب شنطة ادواتها هي اكتر حد تقدر انها تفك وتحل وتعرف بالظبط ايه ازاي الكارما دي. برضو في حتة الصدمة او الكارما، هو الفكرة مش في مجرد الألم. يعني مش الفكرة ان احنا أصل هو مش احنا مش في عمليه نرجسيه هنا، احنا مش في اللي هو مش في عمليه تعذيب خلاص. الفكره مش ان احنا الم ووجع وخلاص ولازم نمر بالوجع والالم، لا، الفكره اعمق من كده شويه. الفكره ان احنا لما بيحصل الم، هو كانه بيبقى الكاتاليست، المحفز اللي بيدخلنا في حته ان احنا طبعا احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا ليه بيجرالنا كده اهوت. فنبتدي نسال الاسئله الصح اللي توصلنا للاجابات، فنعرف احنا جوانا ايه المعتقدات اللي اتبنت، سواء بقى كانت المعتقدات دي او وعي جمعي او افكار او مشاعر من حيوات سابقه او من الحياه او حتى من التجارب احنا مرينا بيها وفشلت مثلا، او احنا اعتبرناها انها فشلت، او تربيه وطفوله خلاص. فكل ده بيخلينا ان احنا لما بنقعد مع نفسنا وبيحصل الصدمه بنقعد نسال الاسئله، فلما نسال الاسئله الصح بنعرف نتشافى ونوصل للاجابات الصح. لكن الفكره مش في مجرد ان الالم وان احنا لازم نمر بالالم عشان نتغير، لا، هي الفكره في اللي بعد الالم. يعني كأن اعتبروا كده الالم هو مجرد بوابه مرور لاجابات واسئله وحقيقه بعد كده انتوا بتعرفوها. برضو في حاجه بيبقى فيه، مش عايزه اقول بيبقى فيه مده، بس بيبقى فيه مده وده انتوا بتبقوا عارفينها فوق بالاتفاق مع بعض بقى ايا كان يعني. بتبقوا في مده كده هوت انتوا بتقعدوها بتتعلموا فيها الدروس وبتخلصوا فيها الكارما بتاعتكم. اوكي، ما بينفعش ان انتوا تكسروا الكارما قبل ما تقعدوا المده المعينه دي. يعني خلينا ناخد المثل يعني على الحياه، على القصه بتاعتهم ديت. اليانج خلاص قبل كده ما كانش يقدر ان هو يطلع من حته الترسيم. عرفتوا بقى كان ليه لازم هو في ترسيم، هو كان لازم يحصل على فكره. ما كانش هينفع ان هو في الحياه ديت، لان زي ما قلت لكم في كارما اللي لازم هتتعمل، يعني لازم جايين الحياه ديت عشان تتعدل. تمام، فهيحصل ترسيم، هيحصل ترسيم. اوكي، فالفكره في ايه، ان هو ما كانش ينفع يعدي الستاب ديت، وما ينفعش يكسر الكارما من غير ما يحصل عمليه الترسيم. اوكي، هو مثلا دلوقتي يقدر يكسر الكارما بتاعته. قبل كده ما كانش يقدر، كان لازم يقعد مدة معينة يتعلم فيها دروس معينة ب... بتشافي معين خلاص. لكن هو دلوقتي يقدر ان هو يكسر الكارما دي. انتوا الاتنين بقى كتوائم شعلة ين ويانج، انتوا اصلا عندكم كارما ان انتوا الاتنين محتاجين ترجعوا تاني تؤمنوا بالحب. ده اول حاجة، وتفصلوه عن الالم والوجع. اوكي، دي اول حاجة. وبعدين تؤمنوا ان انتوا شخصيات تستحق الحب خلاص. فانتوا كل ده مش هيتعمل غير لما الشاكرا الهارت شاكرا بتاعتكم تتفتح تاني، ومش هتعرف مش هتتفتح غير لما تبتدوا تخشوا في التشافي بتاعكم وتحللوا الحاجات اللي هي سببت لكم كل الالم والوجع ده. ما تنسوش حاجه، ان الفتره اللي في الوعي الجمعي في الفترات بتاعه القديمه ديت، او اللي هو فتره بقى الثلاثينات والاربعينات، وعلى فكره لحد دلوقتي. اوكي، انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا ايه، ان في محاربه دايما لحته الحب. والحب مرتبط بحتة العار، مرتبط بالذنب، مرتبط بالجنس. فاهمين اللينكات فعاملة ازاي؟ هتلاقوا دايما ان هو في محاربة لقصص الحب. وان لو حصل قصة حب يبقى اكيد هم بيعملوا حاجة غلط. فكل ده اتربى خلاص، بقى لازق في الوعي الجمعي عندنا ان الحب يعني حاجة غلط، يعني عار، يعني حاجة حرام، يعني حاجة عيب.
فاحنا عشان كده كدوائم ان شاء الله انتوا عليكم ان انتوا تفككوا كل المعتقدات والافكار دي. وقت برضو ان الحب بقى بيتاخد كانه علاقه جنس. يعني انتوا فاهمين الناس اتقسمت لانقسامات ايه؟ ناس تانية بقت شايفه الحب يبقى يلا جنس، فبقى في تسفيه منه، اللي هو بقت حاجه، الحاجه المقدسه الحلوه ديت بقى كانها حاجه زي اي حاجه، متفهينها كده اهوت. فانتوا عليكم برضو ان انتوا لا، كل دوت انتوا محتاجين ان انتوا تتعاملوا مع. تعالوا نتكلم شويه عن موضوع التسامح. يعني كده كده ان شاء الله هيبقى له فيه فيديو منفصل، بس خلينا نتكلم شويه عن حته التسامح. انتوا كتير قوي بتسمعوا فكره ان احنا بنسامح عشان نفسنا وما ما بنسامحش عشان اي حد تاني، خلاص. والكلام انا عارفه ان هو بتحسوا ان هو كلام نظري، بس الحقيقه ايه بقى؟ بصوا على القصه مثلا بتاعه الين ديت، خلينا نتكلم على حاجه. اولا خلينا نتفق يا جماعه حاجه، ان احنا ما ينفعش حد يبقى بينزف واقول له قوم اجري، خلاص لا. يعني ايه؟ يعني انتوا دلوقتي لو ده مرحله النزيف بتاعتكم، انتوا دلوقتي موجوعين ومش قادرين ورافضين وفي مقاومه جواكم وحاسين بالظلم وكل حاجه مضايقاكوا، وحتى لو عايشين في ضحيه، اوكي ماشي، عيشوا المشاعر ديت وعيشوها للاخر، وخدوا وقتكم وما تستعجلوش وقتكم، تمام. انا مش مع الناس اللي هي الايجابيه، اللي هما بيبقوا عندهم تفكير الايجابيه المزيفه، اللي هو ايه، لا 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 بس انا اكتب مشاعري، او ان انا الايجو الروحاني اللي هو ايه، عشان ربنا. لا، هو ربنا ما قالش كده هوت. يعني هو لو ربنا ما قالكمش سامحوا علشاني، خلاص. هو اصلا هو ربنا حاطط قانون الكارما عشان قانون الثواب والعقاب، كل حد عمل حاجه بياخدها او بيشوفها، اوكي. فنبطل ندخل، بس عشان بلاحظ ان كتير قوي بيروحوا مدخلين ربنا في كل حاجه، وهو يعني ربنا ملوش علاقه بالموضوع دوت. هو ربنا اكتر حد اصلا هو يهمه ان كل البشر ياخدوا حقوقهم. فعايزه اقول حاجه، فبالنسبه لحته التسامح دي، احنا بنسامح لما روحنا تبقى خلاص عايزه انها تسامح، ولما نحس ان احنا خلاص اكتفينا من المرحله والحته اللي احنا فيها دي. طبعا بيبقى فيها حته ضحيه، لكن انا زي ما بقول لكم ما ينفعش حد بينزف واقول له قوم اجري. ما ماشي خلاص، هو دلوقتي حاسس ان هو ضحيه، الموقف اللي احنا فيه زي مثلا في الين وحياتكم كلكم، لما هتقيسوا هتلاقوا انه في حاجات انتوا بتتحطوا فيها انتوا مالكمش ذنب فيها، فطبيعي ان انتوا تبقوا حاسين بوعي ضحيه. مش هنفضل بقى بلوم في نفسي وجلد الذات وانا ما ينفعش اعيش المشاعر دي، لا احنا بنعيش المشاعر دي خلاص. ولكن الفكره ايه؟ ان انا بعرف امتى بقرر اخد وقفه مع روحي، ان انا ما اطولش قوي في المشاعر دي، لان المشكله ان المشاعر دي لما بنطول فيها، مشكله الوعي الضحيه او الحته دي، ان احنا لما بنطول فيها قوي بيبقى صعب علينا ان احنا نرجع تاني نقوم بسرعه، خلاص. ده غير انها بيبقى برضو فيها حته كده بتعمينا عن الحقيقه، بتعمينا عن التطور بتاع روحنا. ده غير ان احنا لو ما خدناش المسؤوليه، حتى لو احنا اللي حصل لنا ده احنا مش مسؤولين عنه، ولكن احنا بنضطر ناخد حته المسؤوليه، نقول ايه، طب خلاص حتى اللي احنا مش مسؤولين ده عنه دوت، احنا هناخد مسؤوليته عشان نعرف نغيره، اوكي. فبالنسبه للين طبعا هنا هي اخدت المرحله بتاعتها العاديه، هي لا هتستعجل نفسها في التشافي، ولا هتستعجل نفسها في انها تسامح حد، ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. وهتسامح فقط لما تحس ان روحها مكتفيه وعايزه ان هي تسامح، خلاص. وبنسامح تاني من نص الكوبايه المليان، مش من نص الكوبايه الفاضي. يعني ايه؟ يعني احنا بيبقى قدامنا ان احنا نقدر ناخد نضايق اللي قدامنا وكل حاجه، ولا احنا هنا هو ايه، بنختار ان احنا بناخد اختيار مختلف. بالنسبة للين مثلا في قصتها، بعد ما هي عاشت كل المشاعر اللي هي حاسة ان هي عايزة تعيشها، كل المشاعر السلبية، كل مشاعر الألم والوجع والانفصال وكل حاجة، خلاص. قررت انها مثلا هتعمل وقفة مع نفسها. ليه؟ علشان هي قررت زي ما قلت لكم، هي عايزة تكسر الكارما خالص. عشان بصوا، لما احنا يعني على الحياة دي مثلا، لو هي قررت انها مش هتسامح، يعني مش هتسامح الطرف الثالث بالذات، مش هتسامحها، يعني مش هتسامحها. لو ايه اللي حصل؟ اوكي، هيحصل ايه؟ ان انتوا هترجعوا تتجسدوا تاني كلكم في حياة تانية جديدة، بقصة تانية جديدة، ولكن بنفس الدروس. تخيلوا، يعني هي لو مش قادرة، اللي هي الوجع بتاعها مثلا في الحياة ديت، الحياة العاطفية، وافتكرت الحيوات اللي فاتت، تخيلوا بقى اللي هو ايه، نزود بقى كمان حياة كمان اكسترا عليهم. فانتوا متخيلين الألم بيبقى الوجع عامل ازاي؟
فانتوا هنا ساعتها انا بقول لكم لا، عيشوا المشاعر بتاعتكم للنهايه لحد ما تحسوا ان انتوا اكتفيتوا، وبعدين تقرروا ان انتوا بقى بنعلى على احنا بنعلى عن الشعور دوت. يعني ايه؟ انا هتحمل مسؤوليتي في حتة ايه؟ في حتة ان انا اوكي، هو الطرف التالت هي دخلت ازاي؟ هي دخلت من المخاوف بتاعة الين في الحياة اللي فاتت، ما تنسوش الموضوع ده. تمام؟ هي عشان قررت انها تنهي خالص بقى على كل حته فكره الاطراف الثالثه دي من حياتها، ومن دخول اي اطراف ثالثه في حياتها تاني خالص نهائي، في حياتها العاطفيه بالذات. يعني هو عامه هو في حياتها العاطفيه، فقررت ان هي تتحمل مسؤوليه تماما تماما عن اي حاجه بقى، كل اللي فات سواء هي كانت سبب فيه او هي مش سبب فيه، عشان تعرف تغير خالص، وعشان ما ترجعش تاني تعيد انها تتولد في حياه تانيه جديده مع وجود نفس الدروس ومع وجود نفس الاطراف التالتة. غير كمان يا جماعه ان احنا فكره ان انتوا بتبقوا هي مشكله ان احنا لما بنرفض ان احنا نسامح، ان احنا تلاقوا نفسكم انتوا قاعدين طول الوقت قاعدين بتعيدوا وتزيدوا في شريط كده هوت في مخكم. الموقف اللي حصل، مين اذاكوا، قال لكم ايه، اللي جرى ايه، لو التروما او شفتوا الرؤيه او شفتوا حاجه، فانتوا كل ده قاعدين بتعيدوا وتزيدوا فيه. فانتوا قاعدين بتشحنوا لهم هم طاقه، بتدوا لهم هم طاقه يزيدوا اكتر في حياتكم. خلاص؟ وبتدوا لهم هم طاقتكم. خلاص؟ وانتوا طاقتكم بتفضل تنزل. في نفس الوقت كمان ان الهاله بتاعتكم هنا هوت الخرومها بتاعتها بتزيد، فلما الخروم بتزيد ما بتقدروش تستقبلوا الخير اللي بيبقى جاي لكم، لانه بيبقى فيه خروم، فالخروم ديت بينزل منها بيخش فيها اللي هي الطاقات السلبيه، فبيبقى عندكم مخاوف والطاقات السلبيه بتحيط بيكم ده بجد. خلاص؟ عشان كده زي ما قلت لكم في القران بيقول بتحيط بيهم سيئاتهم، هي دي هو ده بيبقى ان فما بتعرفوش لا تستقبلوا اي خير بيبقى جاي لكم من الحياه او اي نجاحات. لان كمان في حاجه، ان الطاقات السلبيه لما بتزيد على الهاله ولما الخروم بتزيد على الهاله، ده بيخلي ان احنا بنكون في مستوى اللي هو، تخيلوا كده ان انتوا عندكم راديو ذبذبات. خلاص؟ فانتوا جايبين الاف ام. اوكي؟ الاف ام دي فلنفترض الاف ام دي النغمه بتاعه الحب. طب احنا دلوقتي في نغمتنا مش نغمه الحب، احنا دلوقتي في نغمه الغضب، في نغمه الوجع. اوكي؟ فهنقلب، فهيبقى ذبذباتنا وفي نفس الوقت احنا على النغمه دي، بس احنا عايزين نروح الحب. اوكي؟ بس هتروحوا لها ازاي؟ ما انتوا هتروحوا لها، بس انتوا دلوقتي مش على نفس الذبذبه بتاعه الحب، انتوا جايبين النغمه بتاعت مش عارفه 100 فاصله مش عارفه كام، اللي هي نغمه الغضب. فانتوا عشان تروحوا لذبذبه الحب، وذبذبه الحب اللي هي هتجيب لكم بقى نجاحات واموال وشهره وكل ده، فانتوا محتاجين تتخلوا عن الذبذبات اللي جايبه لكم الغضب وقاعده بتاخد في طاقتكم بتنزل لتحت عشان تعرفوا تطلعوا. اوكي؟ فعشان كده احنا بنقعد نقول ان التسامح هو فعلا بيبقى الاصل لينا احنا، عشان ما نفضلش محتفظين بالالم والوجع جوانا. من الاخر عشان ما نفضلش محتفظين بالاشخاص اللي اذونا بمشاعرهم جوانا. هي الطرف التالت، خلينا نكمل المثل دوت. الطرف التالت عرفت تخش للين ازاي؟ من المخاوف بتاعتها في الحياه اللي فاتت. خلاص؟ هي عرفت نقط الضعف بتاعتها فين. وعلى فكره كل الاطراف الثالثه بيبقوا بيتعاملوا معاكم كده كتوائم شو، علشان كده بقول لكم هو دي طريقه التلاعب بتاعتهم. هم بيعرفوا، عشان كده هم هتلاقيهم بيراقبوك جامد جدا ومركزين على صندوقكم انتوا الاسود مش صندوقهم هم الاسود. خلاص؟ هو ده بيبقى السبب، ان هم بيعرفوا نقط الضعف بتاعتكم فين عشان يعرفوا يخشوا لكم منها. تمام؟ فهي فهمت نقط ضعف الين فين وعرفت انها تخش لها منها. طيب، ما احنا قلنا ان المخاوف بتعمل ايه؟ كل بقى المخاوف والمشاعر والانر تشايلد وونز وكل الحاجات دي بتعمل خروم سودا في الهاله بتاعتنا. فاحنا طب ما نقفل بقى الخروم السودا ديت، ما نقفل كل الحسد اللي بيطلع من الخروم السودا دي، نكمل التشافي بتاعنا ونشد ونتحمل مسؤوليه ان احنا اوكي، احنا كنا السبب في دخول اطراف تانية في حياتنا او اطراف ثالثه في حياتنا بسبب احنا مخاوفنا. هنسامح الحتت الجوانا، الاجزاء بتاعتنا اللي كانت سبب في دخول الاشخاص ديت وظهور الاشخاص ديت في حياتنا. فاهمين قصدي؟ يعني هو عشان كده احنا بنقول المسامحه اصلا في الاول وفي الاخر بتبقى عشان الشخص نفسه. خلوا بالكم من حاجه يا جماعه، كده كده الاشخاص اللي هم اذوكوا كده كده عندهم القانون الكارما، قانون الثواب والعقاب. فهو ماشي انتوا سامحتوهم هيمشي عليهم، ما سامحتوهمش هيمشي عليهم. خلاص؟ وبيحتاج ان هم يشدوا في التشافي قوي، وبيحتاج ان هم يعني يعملوا خير كتير قوي ولو طبعا هم في امكانيه ان هم كمان يرجعوا ان هم عشان انتوا تسامحوهم ده بيحصل. تمام؟ بس قصدي ان هم كده كده هو الكون هياخد حقه
منهم خلاص بسبب اللي عملوه فيكم. ولكن احنا لما بنقول بنسامح عشان نفسنا، عشان كده، عشان احنا في الاول وفي الاخر بنسامح الاجزاء اللي جوانا اللي كانت سبب في دخول وظهور الاشخاص ديت في حياتنا. خلاص بنسامح الترومات بتاعتنا، بنسامح المخاوف بتاعتنا اللي سببت لنا ظهور كل الاشخاص ديت اللي اتجسدت لنا في حياتنا بسبب المخاوف ديت. انتوا عارفين يا جماعه احنا بجد بقى مخيرين في حته ايه؟ حته بقى ان احنا مخيرين ولا مش مخيرين دي في ايه؟ بصوا تخيلوا كده معايا ان في حد قرر، ناس ما حد شخص ما بيحبكمش، اوكي؟ فهو اصلا ان هو يستفزكم او واخد فكره وحشه عنكم او بيسوء الظن فيكم، اوكي؟ هنا بقى في الاختيار بتاعكم ان انتوا ايه؟ يا هتقبلوا ان انتوا تستقبلوا منهم الفكره دي او الاستفزاز دوت او الشعور دوت، خلاص، وتمرروه من جواكم وتقعدوا بقى تبنوا عليه افكار ومشاعر وتتفاعلوا معاه من جواكم، او تصدقوا الصوره الذاتيه اللي اتنقلت لكم من الشخص اللي قدامكم، اوكي؟ كده انتوا، احنا هنا بقى بنبقى مخيرين او لا، ان انتوا يا هتمرروا كل الحاجات دي يا هتوقفوا وتقولوا ستوب، لا احنا عارفين نفسنا كويس قوي واحنا واثقين من نفسنا ومش هنسمح لاي حد ان هو يضايقنا او يتعدانا او ان هو ريموت، كأن يبقى ماسك كده ريموت الكنترول بتاع مشاعركم وقاعد كل شويه يدوس على الزرار. خلاص، زرار مشاعر، زرار العار، زرار يقلل منكم شويه، زرار يستخف بيكم شويه. بس ان انا برضو عايزه يعني ااكد على المعلومه ديت، لان بصوا الفترة برضو انتوا شايفين ان في ناس، يعني مثلا اللي هو اللي قتل النيرة دوت، الناس بالذات الاجيال اللي طالعة جديدة يا جماعة سهلة جدا عندهم دلوقتي تحسوا ان هم، بصوا هو في صورة تاني، صورة روحانية كبيرة، هم جايين برسالة كبيرة جدا، رسالة وعي، اللي هو يا جماعة جايين رسالة للمجتمع، مش لأشخاص، جايين رسالة قوية للمجتمع، ان في غلط، الغلط قاعد بيتمادى. خلاص، هو بالنسبه له شايف ان هي من الاخر كده، هي في الحالتين بالنسبه له هو شايف انها اخدت روحه، هو قرر ان هو يختزل كل الحب اللي هو عايزه في الحياه في الشخصيه ديت. خلاص، وخلوا بالكم حاجه، هي مثلا بالنسبه له تعتبر ابتدت كاريرها من بدري، فابتدت مسؤوليه من بدري، فقادره تبني شخصيتها، فهي بالنسبه له هي الحلم اللي هو هيبقى عايز ان هو يعمله، فطبعا هيبقى مختزل، بدل ما هو يبقى مركز على نفسه هيحط كل تركيزه عليها. خلاص، وبصرف النظر عن قصتهم، بس قصدي ان الاجيال اللي ديت طالعه دلوقتي شويه تلاقيهم ايه، بيجوا بيقتلوا، يعني هما ما بيفهموش، مفيش تفاهم، هو كده كده شايف ان حياته متاخده وتعبان، يلا نخلص، انا هاخدك معايا. للاسف ده صعب جدا. فانا عايزه اقول اللي اكد على الحته دي، علشان في ناس هتلاقوا بقى ناس بقى يقولوا لكم عايزين ينتقموا من حد فيروحوا جايبينها في حته السور ريمبرنس. خلوا بالكم يا جماعه، انتوا شايفين احنا بنتكلم من باست لايف ومن الحياه دي، مفيش حاجه بتعدي، الكون كل حاجه فيه بتتكتب وكل حاجه فيه الكارما حلوه بتتاخد، وحشه بتتاخد، فخلوا بالكم قوي وبلاش تضيعوا نفسكم. خلاص، يعني هي مش مستاهله ان انتوا تبقوا في حياة صعبة تنزلوا كمان ترجعوا تاني تعيدوا حياة تانية صعبة، حرام، مش مستاهل. التوازن بتاع الطاقة مهمة جدا. من الحاجات اللي انا ملاحظاها في الاجيال الجديدة ديت، الوعي زايد، ولكن الطاقات برضو ستيل مختلفة يا جماعة. يعني ايه؟ هتلاقوا ان البنت هي اللي بتبادر، هي اللي تقولك طب احرك الموضوع شوية، ما هو انت مش دورك ان انت تحركي، انت لو حركتيه دلوقتي هتفضلي عمرك كله انت اللي بتحركيه. تحسوا كده ان هو لا، يعني انا بقيت اشوف، انا ببقى عارفة دلوقتي مين اللي بيقود في العلاقة ديت من كتر ما انا ببقى شايفة مين اللي شخصيته ابرز، مين اللي شخصيته عارفة انها تسيطر اكتر. للاسف الاجيال الصغيرين البنات بيبقوا فاكرين ان ديت هي كده قوية وكده هي برافو عليها وهي كده شاطرة، ما تعرفش ان هي اللي هتشيل الليلة، وده غلط خالص. هي كده هي بتأذي روحها من غير ما تبقى عارفة، بتسحب المسؤوليات منه وهي بتشيلها. ف لا يا جماعة، التوازن أساسي في الشراكة الزوجية. أنا كده خلصت خلاص الفيديو. قولوا لي انتوا ايه الاخبار بتاعتكم، قولوا لي ايه اكتر حاجه فادتكم في الفيديو، احكوا لي بالظبط انتوا الفتره اللي فاتت دي اتعملت فيكم ايه، عايزه اسمع منكم اكتر وعايزه اسمع عنكم اكتر. والناس اللي بتسالني على موضوع الجلسات، بصوا ابعتوا لي على، انا هسيب لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعي، وحطيت كمان رقم الاستشارات، يعني عشان اللي عايز برضو يبعت لي، ابعتوا لي واتساب عليه. اوكي، اتاكد بس لو في حاجه تانية عايزه اقولها لكم. بصوا،
احنا تقريبا كده خلصت كل حاجه تمام. ان شاء الله الفيديو جاي باذن الله، باذن الله يعني. عايزه اعمل لكم عن الطاقه بتاعه زحل. عايزاكم بس كده ما تركزوش قوي، ما تدوش طاقتكم ومشاعركم مع الاحداث اللي حواليكم، خلاص. ما تخصوش بكل جوارحكم عشان ده مش صح. محتاجين محتاجين قوة روحية الفترة اللي جاية، ومحتاجين اعصابكم. فما تركزوليش، خلاص. بس مبسوطة قوي ان انتوا كنتوا معايا، ومبسوطة قوي ان احنا رجعنا تاني نتكلم. وان شاء الله مش هختفي تاني، فما تقلقوش. وقولوا لي ايه اكتر حاجة، طمنوني بقى عليكم، قولوا لي ايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو، واشوفكم الحلقة الجديدة. يلا باي باي.